عاجل وبالفيديو. رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم يفرح كل الجزائريين قبل قليل ويعلن رسميا عن التعاقد مع المدرب الجزائري الذي سيخلف جمال بالماضي. لن تصدق من يكون. وكان قد أعلن الاتحاد الجزائري لكرة القدم رحيل المدرب جمال بالماضي عن المنتخب الجزائري الأول عقب الخروج الغير متوقع الثاني على التوالي من دور المجموعات لكأس الأمم الإفريقية المقامة حاليا في الكوت ديفوار. وجاء في بيان رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم وليد صادي عبر حسابه الرسمي في منصة أكس: اجتمعت مع المدرب الوطني السيد جمال بالماضي للحديث عن تبعات هذا الإقصاء المر، وتوصلنا إلى اتفاق ودي بحل الارتباط وفك العقد الذي يربط المدرب بالاتحاد الجزائري لكرة القدم. هذا ما جعل الجماهير الجزائرية تنتظر بفارغ الصبر الإعلان عن المدرب الجديد الذي سيتولى قيادة المنتخب خلفا لبالماضي. وتفاجأت وفرحت كل الجماهير الجزائرية قبل قليل بالأخبار المتداولة بخصوص إعلان رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم عن بدء المفاوضات مع المدرب الفرنسي ذو الأصول الجزائرية زين الدين زيدان، وهو أحد أكثر المدربين نجاحا في العالم، حيث قال رئيس الاتحاد الجزائري: إننا وصلنا لمرحلة متقدمة من المفاوضات مع المدرب زيدان من أجل توقيع عقد لتدريب المنتخب الجزائري الأول. وقال أيضا إن الاتحاد الجزائري لكرة القدم سيعلن رسميا عن التعاقد مع المدرب زيدان في الساعات القادمة إن تمت المفاوضات بنجاح إن شاء الله. وهذا ما أفرح وأسعد كل الجماهير الجزائرية.